فيلمنا النهاردة بيبدأ مع معركة طاحنة في قلب باريس وسط الحرب العالمية التانية، وجنود بيحاولوا يسيطروا على الموقف بكل قوة. يا ترى إيه اللي يربط جندي أمريكي بيقاتل كأنه جيش كامل ومؤامرات في العصور القديمة؟ وليه كل ما يحاول يفهم حقيقته يصحى في زمن تاني خالص؟ لكن قبل ما نبدأ، انزل دوس لايك واشترك وفعل زر الجرس وصلي على النبي في التعليقات عشان يوصلك كل جديد. بطلنا رايدر بيصحى من كابوس طويل، بيلاقي نفسه في مكان غريب معاه مسدس بنكوش خاصة ومفاتيح عربية، ومفيش في ذاكرته أي شيء. بيروح يستفسر في الفندق وبيكتشف إن اسمه متسجل برايدر. بيخرج يكتشف المدينة ويلاقي مقر شركة سانبون، الفريق اللي معاه مساعده الشرير جاك. الغريب إن رايدر بيشوف في أحلامه سانبورن كجنرال وجاك كجندي ألماني، وبيظهر معاهم سويتش اللي بيخطط لتطوير المدينة، وبيضغط على سانبورن عشان يضحي بأي حد في طريقه. رايدر بيخرج للمدينة، وكل ما يعدي في شارع بتجيله ومضة من الماضي. مرة في روما القديمة لما كان محارب بيحمي المظلومين، ومرة في انجلترا لما كان بيحارب الظلم. في الحاضر بيشوف جاك ورجاله بيضايقوا الناس، ورايدر بيراقبهم وبدأ يربط الخيوط ببعضها. المحقق تيمونز بيتدخل في مشاجرة بين رايدر ورجال جاك، ومع الوقت بيبدأ رايدر يكتشف إن سويتش هو العقل المدبر اللي بيحرك سانبورن في كل العصور. الوضع بيتعقد لما سانبورن وأعوانه بيقرروا يخطفوا بنت مستشار قانوني عشان يضغطوا عليه. رايدر بيكتشف المخطط وبيروح لمكتب المحقق تيمونز اللي بيحذروا إن التحقيق في أعمال سانبورن خطر جدا. في الليل سويتش بيتصل برايدر وبيهدده، وبنشوف إن اسم سويتش بالمقلوب يعني الفوضى، وبنفهم إن المعركة مش بس في المدينة، دي معركة عبر الزمن. سامبورن بيبدأ يراجع نفسه بعد ما وصلته رسالة غامضة بتقوله لسه في وقت تعمل الصواب. بس سويتش بيسيطر على رجالة سامبورن وبيديهم الضوء الأخضر للمواجهة. جاك ورجالته بيحاصروا سيارة المستشار، ورايدر بيوصل في الوقت المناسب، وبتبدأ معركة نارية. بيحصل تبادل إطلاق نار، ورايدر بينجح إنه يخلص على جاك اللي قبل ما يموت بيفتكر إنهم اتواجهوا في كل العصور اللي فاتت. المعركة بتخلص ورايدر بيصاب إصابة شديدة، وبنشوف مشهد جنازته والناس بتودعه. لكن فجأة رايدر بيرجع للحياة حيث كان جريح. الفيلم بيخلص ورايدر واقف بيراقب الموقف، مدرك إن سويتش لسه حر، وإنه معركته ضد الفوضى لسه فيها فصول تانية كتير. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.